بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اليوم كان عندنا واحد الاحتفال كبير بعيد العرش المجيد، والحمد لله كاع الساكنه تاع وجده كانت حاضره اليوم معنا، من كبير وصغير، ومن الجاليه المغربيه اللي حضرت، ودرنا واحد الاحتفال كبير. هذه راه اسبوع وحنا نبريباريو على هذا الحفل. والحمد لله اليوم كان واحد العرس كان عندنا اليوم، وكل شيء كان فرحان وكل شيء نشط، ودرنا الجق النحاسي ودرنا الحلويات ودرنا تاي، والحمد لله راه كل شيء كان حاضر وكل شيء فرحان بهذا العيد المجيد. 25 سنه تاع الحكم، واليوم ان شاء الله من هذا النهار غادي غتبقى ذكرى بها عيد العرش المجيد. كل شيء غادي يبقى بالاحتفال ديالو، وحنا نطلبوا من السلطات باش المغرب كامل، الاقاليم المغربيه كامله خصها تكون تحتفل بهذا العيد. خصنا نجدوا السنين اللي فاتت تاع الحسن الثاني الله يرحمه، اللي كان 3 مارس، وكان واحد الاحتفالات كبيره، وخصنا حتى حنا ان شاء الله تاع سيدنا محمد السادس نصره الله، حتى حنا خصنا نجدوا هذا عيد العرش كل سنه خصها تكون، والله ينصروا والله يخليه الشعب المغربي، وعاش الملك. ناصر بوتشيش فاعل جمعوي. اولا احنا سعداء جدا بتواجدنا مع هذه المجموعه اللي نظمت اليوم حفل ذكرى التطلع صاحب الجلاله على عرش اسلافه المنعمين، الذكرى 25، واللي الحمد لله بلادنا معروفه بالاخلاص ديالها، الشعب المغربي قاطبه المعروف ديالو بالاخلاص ديالو والولاء ديالو لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. وبهذه المناسبه السعيده اللي مكنت الجماهير هنا بمدينه وجده، وخاصه الناس ديال الجاليه المغربيه، باش يعيشوا هذه الاحتفالات الباهجه بمناسبه ربع قرن من النماء، من الازدهار، من التقدم، من البناء، من التشييد التي عرفتها منذ اعتلاء صاحب الجلاله على عرش اسلافه المنعمين. الحمد لله بلادنا بدات تضاهي وتنافس الدول العظمى في العالم في العديد من المجالات، وهذا الشيء كيفرحنا وكيجعلنا نفتخروا ونعتزوا بملك عظيم وشعب وفي ابي، ونتمنوا ان شاء الله مزيدا من التقدم والازدهار. وكتصادف كذلك هذه المناسبه انتصار الفريق الوطني المغربي الاولمبي على نظيره العراقي ب3-0، وكذلك اعتراف فرنسا بالسياده المغربيه على صحرائه الحبيبه. وبهذه المناسبه كنهنيو الشعب المغربي على هذه الانتصارات الدبلوماسيه التي حققها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، ونتمنوا ان شاء الله مزيدا من الخير والنماء لبلادنا من طنجة إلى القويرة تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كذلك ما تفوتنيش المناسبة دون أن نقدم الشكر الجزيل للمنظمين وللسلطات المحلية، رئيس المقاطعة الإدارية الأولى والأعوان ديال السلطة المحلية، والسيد باشا المدينة، والأستاذ الجامعي والي ولاية جهة الشرق عامل عمل توجد انقاد، على تقديمهم الدعم وعلى العمل ديالهم الجاد والمخلص للنهوض بالجهة الشرقية تمشيا مع التوجهات السديدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكذلك نشكر رجال الصحافة والإعلام على المواكبة ديالهم الدائمة والمستمرة لجميع الأنشطة اللي كتزخر بها الجهة الشرقية، وشكرا جزيلا.